تكون قاعد لوحدك في البيت وتلاقي حد جه قاعد جنبك، هتعمل ايه ساعتها؟ احنا مش بننكر وجود الجان، لكن ممكن نختلف على انهم بيظهروا لنا. احيانا بيكون مش مرحب بينا في المكان، واحيانا احنا اللي بنجذبهم لينا من غير قصد طبعا. سواء كنت مصدق او لا، يلا نشوف مصطفى حصل ايه معاه. اهلا بيكم في كلام خرافات. انا نورا عاطف. الحلقه دي بعنوان الشقه الملعونه. اسمي مصطفى، مهندس ومتجوز وعندي بنت. قصتي بدات احداثها من 3 سنين بعد ما اتجوزت وسافرت في دبي. شغلي كان هناك. بعد حوالي 3 سنين ربنا كرمني وجالي فرصه شغل في القاهره. طبعا قبلتها، خصوصا ان فريده مراتي كانت نفسها ترجع تعيش في مصر بعد ما والدها توفى، وإن والدتها بقت عايشة لوحديها. ورجعنا مصر واضطرينا ننزل ضيوف عند حماتي لحد ما أقدر ألاقي شقة نشتريها. بعد الشهر من التدوير ربنا كرمني بسمسار لقالي شقة لقطة في عمارة جديدة موجودة في المعادي، وكمان كانت الشقة متشطبة سوبر لوكس لأن كان عايش فيها أسرة قبلينا وعايزين يبقوها. أخدت فريدة ورحنا اتفرجنا عليها. كانت الشقة تحفة، 4 أوض، حمامين، واحد داخلي وواحد عمومي. الشقة بحري مش مجروحة، كمان سعرها مناسب للفلوس اللي معايا. وحرفيا أول ما فريدة شافتها عجبتها جدا وقالت إنها حاسة هتبقى شقة الأب. والشقة كانت على بعد نص ساعة من شغلي، وده بالنسبة لي ميزة مهمة جدا خصوصا مع زحمة القاهرة. عجبتنا الشقة وقررنا ناخدها، واتفقت مع السمسار انه يظبط لنا ميعاد مع صاحب الشقة عشان نمضي العقد. حددنا الميعاد، وبعد 4 أيام كان راجل كبير في السن اسمه الحاج ياسين، راجل محترم جدا بس كان باين عليه اللي هو زعلان وهو بيبيع. مضيت العقد الابتدائي ودفعت العربون، واتفقت معاه ان المحامي بتاعي هيروح معاه يسجل الشقة في الشهر العقاري ويدفع الباقي، وندفع باقي تمن الشقة ونستلمها. بس لاحظت ان ورق الشقه اللي كان معاه كان بيقول اللي هو وارث الشقه. جه في بالي ساعتها بصراحه ازاي راجل زي ده وارث شقه زي دي. سالت السمسار ساعتها وقال لي انه ما يعرفش الموضوع اصلا، ما اهتمتش بالتفاصيل قوي، خصوصا ان ورق الشقه سليم والدنيا تمام. وفعلا بعد 4 ايام كنا مسجلين الشقه واديت السمسار حقه وبقيت الشقه بتاعتي خلاص. اتفقت مع واحد مقاول ان هو هيغير لي الدهانات بتاعت الاوض، وكمان هيعيد لي على السباكه والنجاره. وبما ان الشقه كانت اصلا متشطبه ما كانش فيها شغل كتير، كان كل حاجه ليها علاقه بالديكور بتاع الشقه. عدى علينا شهر كامل من غير اي احداث غريبه. بدات الاحداث معايا في يوم خميس تحديدا، وكانت والده فريده تعبانه. فريده قالت لي اللي هي هتروح عند مامتها وهتاخد البنت معاها. اتفقت معاها انها هتبات وانا هبات في الشقه لوحدي، وهروح يوم الجمعه اخدهم وروحوا لوالدتها. وانا رجعت من الشغل اتغديت وقعدت في الشقه، ودي كانت اول مره اقعد فيها في الشقه، او معنى اصح ابات فيها لوحدي من ساعه ما اشتريتها. انا كنت متعود اسهر يوم الخميس واتاخر في النوم واتفرج على افلام اجنبيه، وكان عشقي افلام الرعب. كان في فيلم في التلفزيون وكنت مستنيه بقالي كتير، بيحكي عن بيت مسكون وناس بقى بتروح البيت المسكون ده وتتعامل بقى مع الاشباح، ويجي بقى اللي هي الحاجات اللي في افلام الرعب اللي انتوا عارفينها. الفيلم كان هيتعرض الساعه 12 بالليل بعد نص الليل. ظبطت السهرة، لب وسداني، وحطيت البراد على البوتاجاز عشان اعمل شاي. بدأ الفيلم وبدأت انا اندمج معاه. عدى حوالي نص ساعة. الفيلم كان حلو جدا بيشد، وانا كنت مبسوط وانا قاعد بتفرج. فجأة شميت ريحة شياط من المطبخ. استغربت جدا، خصوصا اني متأكد اني قفلت عيني البوتاجاز. دخلت بسرعة لقيت البراد على النار ومفيهوش مية. شلت البراد وحطيته في الحوض. حمدت ربنا اني مولعش، مع اني كنت متأكد اني شلت البراد من على النار. بس شكيت في ذاكرتي، قفلت النار ورجعت أكمل الفيلم تاني. بعديها بربع ساعة شميت ريحة شياط تاني. قمت من على الكنبة، جريت ودخلت المطبخ. لقيت البرادة على البوتاجاز والنار شغالة عادي. لا، كده في حاجة غلط. أنا متأكد 1,000,000% إني طفيت النار وحطيت البراد في الحوض. رجعت تاني، شلت البراد تاني وحطيته في الحوض وقفلت البوتاجاز. وزادت الأمان، قفلت محبس الغاز العمومي. خرجت أكمل الفيلم وأنا حاسس بقلق، ما هي برضو حاجة مش طبيعية. بعد أقل من 5 دقايق لقيت النور قطع. اتخضيت طبعا، أول مرة النور يقطع من ساعة ما اشترينا الشقة. قمت بالمكاني، ولعت كشاف التليفون ودخلت المطبخ عشان أجيب شمعة. قعدت أدور على الشمعة وأنا منور كشاف الموبايل. دورت شوية لحد ما لقيته، ولعت الشمعة وطفيت الكشاف ولفيت عشان أخرج من المطبخ. وأنا معدي من قدام باب الحمام كان في تيار هواء قوي خارج من الحمام. من قوته طفى النور بتاع الشمعة. وانا بولع الشمعة لاحظت او انا شفت، مش عارف هو ده بجد ولا الفيلم اثر على دماغي. ظل
بيخرج بسرعة من الحمام بيجري ودخل أوضة النوم. طبعا أنا اترعشت من الخوف، تليفوني وقع من إيدي، مديت إيدي بسرعة من الأرض أخدت التليفون. من كتر الإحساس إن في حد معايا في الشقة دخلت أوضة النوم وبصيت فيها، استغربت من نفسي وقلت أنا الوهم هيخطفني ولا إيه؟ لا، ما سيبش الوهم يخطفني ابدا. وعشان ما بيبقاش بقى في اي حجه لنفسي قفلت باب الحمام وباب اوضه النوم، خرجت قعدت في الصاله وحطيت الشمعه قدامي وبدات العب على التليفون. اندمجت في اللعبة شوية مع نور الموبايل اللي ضارب في عيني ونور الشمعة. لمحت حاجة غريبة جدا، كان في ظل ظاهر على الحيطة اللي قدامي. قلبي وقع في رجليا لما لمحته، خصوصا ان لما لمحته اختفى بسرعه كأن في حاجه جريت من قدام الشمعه. انتبهت وبصيت حواليا وانا حاسس ان في حاجه غلط. كملت لعبه على تليفوني وانا مراقب الجو، ان ممكن حاجه تحصل تاني وانا حاسس ان في حاجه هتحصل. قعد حوالي 5 دقايق واندمجت شويه في اللعبه. مفيش 5 دقايق سمعت صوت حد بيتنفس جنبي. اول ما سمعت بصيت على كتف الشمال بسرعه وانا قلبي بيدق من الخوف. اول ما بصيت حد نفخ في ودني اليمين. اتنطرت حرفيا من مكاني وانا بترعش وبقيت ابص حواليا زي المجنون. في اللحظه دي تليفوني رن. انا من الخضه حسيت ان صدري فعلا وجعني، خصوصا ان رن تليفوني عاليه جدا. بصيت في التليفون لقيتها فريدة، رديت عليها وانا بحاول امسك نفسي. قالت لي ان والدتها تعبانه جدا وهي مش عارفه تتصرف. حسيت ان ده ضوء نجاه عشان انزل من الشقه وابعد منها. قفلت المكالمه مع فريده وغيرت هدومي بسرعه واخدت بعضي ونزلت جريت من الشقه وانا حاسس اني استريحت لما نزلت. رحت عند فريده ونزلنا عند الدكتور. كانت حماتي عندها نزله معويه حاده. الدكتور قال يا ريت ما تسيبوهاش لوحدها في البيت وتبقى معاها تروى لحد ما تسترد صحتها. خرجت من عند الدكتور وجبنا العلاج ورجعنا البيت. طبعا اتفقت مع فريده اني هبات معاهم ولما نصحى نشوف هنعمل ايه. كان في اقتراحين، يا اما ناخد حماتي معانا الشقه يا نجيب هدومنا ونقعد معاها خلال الفتره دي. اليوم ده خلص خلاص ودخلنا ننام. انا في العادي ما بحلمش، ولو حلمت ما بفتكرش الحلم قوي، بس في اليوم ده تحديدا حلمت بحلم مزعج جدا. حلمت ان انا نايم في مكان ضلمه، الهواء فيه تقيل جدا، مش قادر اخد نفسي. فجأة نور احمر نور في المكان كله. اكتشفت ان انا واقف في الشقة في الصالة، بس الشقة أو الصالة كانت متغيرة، الأساس كان متغير. بس الأبشع إن الحيطان كانت بتجيب دم، حتى الأساس كان عليه بقع دم كتير. كنت حاسس بخوف شديد جدا. بعديها سمعت صوت خبط جاي من أوضة النوم بتاعتي، خبط ورا بعض، كأن في حد بيدق بشاكوش، بيدق حاجة في الحيطة بشاكوش. بدأت أتحرك من الصالة وامشي تجاه الأوضة. التحرك بتاعي كان بتحرك ببطء شديد جدا زي ما أكون ماشي في مية. قربت من الأوضة ببص لقيت راجل شكله نحيف جدا، كان شكله مخيف. كان واقف على كرسي في نص الأوضة وبيدق حاجة شبه المسمار أو مسمار تقريبا. أنا مش قادر أتحدد هو بيدق إيه. في السقف بتاع الأوضة. أول ما شافني ببص عليه نزل من على الكرسي بكل هدوء وقرب مني، وفجأة وبدون مقدمات راح ضاربني على دماغي بالشاكوش. أنا من قوة الخبطة حسيت إن دماغي فعلا بتوجعني. صحيت من النوم وأنا دماغي وجعاني وحاسس بألم شديد جدا. حاولت ما بينش أي حاجة ولا أحكي لفريدة أي حاجة، كفاية عليها اللي هي فيه. نزلت صليت الجمعة وقعدنا مع بعض وعدى اليوم هادي من غير أي مشاكل أو أحداث مش طبيعية. وعلى بالليل فريدة قالت لي إن هي هتاخد والدتها عندنا في الشقة عشان شغلي. وفعلا بالليل طلعنا عن المعادي، ولما وصلنا الأسانسير كان متعلق في الدور بتاعي. دورت على البواب ما لقيتوش. قررت اطلع على السلم اجيب الاسانسير. بعد لما طلعت سمعت صوت طالع من شقتي، كان صوت عالي جدا. فتحت باب الشقه ودخلت لقيت التلفزيون كان شغال وصوته عالي جدا. اكيد انا نسيت اشيل الفيشه لما الكهرباء كانت فاصله، ولما الكهرباء جت رجع يشتغل. طفيت التلفزيون ولسه هخرج من باب الشقه لمحت حاجه وقفتني او سمرتني مكاني. الشمعه اللي انا كنت مولعها محطوطه على الترابيزه مطرح ما سبتها. الغريب بقى إني لقيتها منورة ومش سايحة، زي ما يكون لسه مولعها حالا. معقول أكون نسيتها وما طفيتهاش؟ معقول الشمع ما تصحش ولا يبقى فيه أي أثر للشمع لما بيسيح؟ وقفت مستغرب
لقيت فريدة بترن على التليفون. فقت لثواني كده من التفكير وطفيت الشمعة ودخلتها المطبخ وأخدت الأسانسير ونزلت. دخلنا وغيرنا هدومنا وفريدة حضرت لنا العشاء وحماتي دخلت تنام في الأوضة بتاعت سارة، وأنا وفريدة دخلنا أوضتنا عشان ننام. الساعة بقت حوالي 11 بالليل وأنا عندي شغل الصبح، فطبيعي إن أنا بنام بدري. بعد ما رحنا في النوم حوالي كانت الساعة 1 بالليل سمعت صوت جاي من الصالة، كان صوت ضحك عالي. استغربت وقمت من نومي ببص على فريدة لقيتها نايمة. معقول تكون حماتي صحت وقاعدة تتفرج على التلفزيون؟ استغربت عشان حماتي بتحب تنام بدري، بتحب تنام بدري وتصحى بدري، يعني بتنام في ميعاد وتصحى في ميعاد. قمت من سريري بالراحة من غير ما أصحي فريدة. خرجت للصالة. المفاجأة لقيت بنتي قاعدة في ركن في الصالة. هقف عند الجزء ده ونكمل في الحلقة الجاية. استنونا في الجزء الثاني من شقة الملعونة.